الساعة دلوقتي 4:15 4:30 حاجة زي كده، والفجر المفروض هيأذن كمان أقل من نص ساعة. كان بقالي كتير مصورتش إن أنا مصور فيديوز ونزلتها قبل كده من شهر أو حاجة. بفتح الكاميرا وأفضل أتكلم. يمكن المرة دي أنا هتكلم في موضوع قبل بس ما أكمل. ده المرسم بتاعي. يمكن لو في حد بيتفرج ما يعرفنيش. آه، أنا برسم وبنحت حاجات كتير. المهم يعني مش موضوعنا. هو مبهدل شوية لأن أنا مش مظبطه. كنت حابب أتكلم في موضوع التوهان بتاعنا، بتاع أغلبية ال الولاد أو البنات أو أيا كان، يعني أغلبية البني آدمين أو الشباب في الأخص، لأن أنا في المرحلة دي فأنا أقدر أتكلم عنها. ما أقدرش أتكلم عن مرحلة أنا ما وصلتلهاش، أو مرحلة أنا عديتها خلاص. موضوع التوهان ده، أنا مثلا لما أجي أفتح السوشيال ميديا أو أفتح التيك توك، انستجرام، تويتر، أي حاجة، بشوف إن في ناس قدنا وكده بيبقوا ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم بجد، ربنا يحفظهم. بيبقوا ناجحين بالنجاح اللي هم عايزينه، لأن النجاح أنواع، كل واحد ليه فكرة عن النجاح. في ناس شايفة إن هي عشان تنجح لازم تجيب فلوس كتير، في ناس شايفة عشان تنجح لازم تفرح أهلها فيها، شايفة عشان تنجح إن هي تتجوز، في ناس شايفة عشان تنجح إن هي تغير حاجة في المجتمع أو في الحياة أو تعرف الناس حاجة جديدة. كل واحد بيشوف النجاح بصورة، لأن النجاح مش منطبق على الفلوس أو على الكارير أو على الشغل أو على الحاجات اللي الناس بتشوفها. في ناس شايفة إن النجاح إن هو يبقى هادي او مسالم. انا من الناس دي. كنت في الاول بشوف النجاح هو ان انت تجمع فلوس او يبقى معاك فلوس كتير او تلاقي شغل فيه فلوس كتير او تفتح انت الاون بيزنس بتاعك او تفتح الشركه بتاعتك وكده. بس انا دلوقتي في المرحله دي دلوقتي شايف ان لا، النجاح ان انت تبقى نفسك او تكتشف ان انت مين او انت حابب ايه وكده وتبدا تنفذه وتنجح فيه. ما اقدرش اقول بالظبط انا شايف النجاح دلوقتي او انا عايز اعمل ايه، لان دي حاجه المفروض بتبقى شخصيه، والمفروض ان احنا ما نقولش الاهداف بتاعتنا او الحاجات دي لحد عشان نقدر نحققها، او عشان ما نفتكرش دماغنا او عقلنا الباطن ما يفتكرش ان الحاجه دي اتحققت خلاص. لان بيقول لك لو انت قعدت تقول لنفسك ان الحاجه دي، او تقول لحد تاني ان الحاجه دي انا هعملها، انت دماغك بتفتكر ان انت عملت الحاجه دي خلاص وتمت، فما بتعملهاش او بتكسل، او ممكن انت ما بتكسلش بس بيبقى عليك ضغط انت لازم تعمل الحاجه دي، فما تقدرش تعملها بالاراده الكافيه او بالطريقه الصح. فانا كنت قاعد مع نفسي من شويه قبل ما اصور، كنت قاعد بفكر في اللي هو انا ايه اللي وصلني للتوهان ده. جت فكره في دماغي محبطه شويه، بس هي يعني جت كويس ان هي ما جاتش وانا بصور، بس انا هقولها. هو ما حدش قال لي انا المفروض اعمل ايه، تقريبا كلنا كده ما حدش قال لي المفروض نعمل ايه، او في مش عارف في حد وهو صغير اتقال له المفروض يعمل ايه، بس دي بتبقى حاسس ان بتبقى غلط. الطبيعي ان انت محدش يقول لك انت المفروض تعمل ايه كهدف مش كحاجه، لكن لا، لكن انا كان بيتقال لي مثلا انت المفروض تذاكر، المفروض تاكل مثلا او تشرب، المفروض ما مثلا تبعد عن الناس الوحشه، المفروض مش عارف ايه، بس ما قاليش ازاي اعمل كده. يعني دايما بتقول لي ذاكر، طب اذاكر ازاي؟ محدش قال لي. ده عمل لي مشاكل كتير قوي في حياتي، ان انا ما كنتش بعرف اذاكر ازاي. واكتشفت اذاكر ازاي وانا في اخر ثالثه ثانوي، وانا كنت خلاص جالي دروب في ثالثه ثانوي، ان انا كنت في فتره كورونا، فما كانش فيه الدروس، ما كانش فيه حاجه نتعلم منها، فكنت بذاكر لوحدي، فما كنتش عارف ازاي بذاكر لوحدي. فبس قدرت ان انا انجح في كل المواد ما عدا الفيزيكس والكيمستري. ما كنتش عارف اذاكرهم، ما كنتش قادر افهمهم، بس لما جه حد قعد معايا بعد ما انا وقعت فيهم وعدتهم تاني من الاول، بس الحمد لله ما عدتش السنه كلها، فهمت، قعدت مع نفسي وفهمت ان المفروض تذاكر ازاي. لكن عشان هو ساعتها اللي جم ساعدوني في الموضوع ده قالوا لي المفروض اذاكر ازاي، انا ما كنتش عارف المفروض اذاكر ازاي، فما كانش حد قال لي وقتها. لكن لما حد قال لي قدرت اذاكر وقدرت افهمهم كويس قوي وحبيتهم، يعني لحد دلوقتي بحب الفيزياء والكيمياء. فالمفروض ان كان يتقال لي المفروض ان انا كنت اذاكر ازاي، او المفروض ان انا اعمل ايه. اتخرجت دخلت الكليه، اتقال لي انت المفروض تنجح. محدش قال لي بصراحه، محدش ضغط عليا، مش هكدب، محدش ضغط عليا من اهلي ان انا انجح واقفل واطلع الاول على الدفعه وكده. طلبوش ده، دي حاجه كويسه منهم، ان هم لو كانوا طلبوه كنتش هعمله، مش عارف، بحب اعاند. بس الطلب مني ان انا اطلع الاول على الدفعه من كل الدكاتره، في الاغلب كل الدكاتره، يعني لو في مثلا 20 دكتور معايا في الكليه، ففي 18 منهم قالوا لي انت لازم تطلع الاول على الدفعه، انت لازم تتعين في الكليه. لان انا في اول سنه ليا، انا مش عارف هو ده صح ولا هم كانوا بيحفزوني وخلاص، بس هو اتقال لي ان انت فعلا ما في قليلين اللي بيجوا زيك في الكليه، اللي هو مهتمين او عندهم موهبه او تالنتد، نفس المعنى. هم حفزوني بطريقه صح، ده حمسني. اول سنه ليا جبت جريدز حلوه جدا، ما طلعتش الاول، ما طلعتش التاني، ما طلعتش العاشر حتى. تاني سنه حفزت نفسي اكتر، طلعت برضو، طلعت من الاوائل. تالت سنه طلعت من الاوائل. رابع سنه حصل لي دروب، مش مهم نحكي يعني، مش موضوعنا، بس ما طلعش من الاوائل عشان بسبب موضوع حصل كده، فمش مهم، دي اراده ربنا. بس انا اتقال لي انت المفروض تطلع كذا كذا كذا، ما اتقاليش ازاي، فانا اكتشفتها لوحدي
بس اكتشفتها متأخر، فده خلى درجاتي ممكن فضلت تقل. يعني لو كان المفروض اجيب 100 فانا جبت 95 بدل ما اجيب المية، لان انا محدش قال لي المفروض اعملها ازاي، فانا كنت بدور. فكل سنة كان درجاتي بتعلى، ان انا كنت بدور مرة ورا التانية لحد ما الموضوع بقى تراكمي، وفضلت اقدر اوصل للحاجة الأخيرة. نفس اللي حصل لي برضه في ايام المدرسة، لما برضه جيت في تالتة ثانوي في اخر سنة. في الشغل برضه بتعلم كل يوم من الناس التانية. في ناس ربنا بيوقعها معايا، الحمد لله ربنا بيوقعني فيهم قصدي. الحمد لله الناس دي بتبقى حبالي الخير، مع ان انا قليل قوي الناس اللي قابلتها اللي كانت حبالي الخير. مش هقول كده ان انا ببحث عن ان انا ابقى اعمل دراما والكلام ده، بس اللي ما بحركش ايدي، دي ايدي عامة. انا مش بقول كده ان انا مش عايز ادور اعمل دراما وكده، لا انا بقول كده ان انا فعلا ما حدش عرفني ازاي اختار صحابي. يعني دايما اللي اتقال لي من اهلي انت اختار صحابك ان هم ما يكونوش بيتخانقوا، ما يكونوش بيعملوا مشاكل، ما يكونوش بيضايقوا حد، يكونوا شاطرين، يكونوا مش عارف ايه اللي هي الصورة النمطية بتاعت الصحاب. يكونوا ما بيشربوش سجاير، يكونوا ما بيشربوش اي حاجة حرام او ما بيعملوش حاجة حرام، وهكذا. بس ما قالوليش ان مش كل الناس، او ان ما قالوليش ان مثلا مفيش حد مثالي. انا كنت ساعتها فاكر ان لا في حد مثالي. فلما كنت مثلا اتعرف على حد من صحابي الاقي مثلا اللي ظاهر لي كله حاجه مثاليه، ما شاء الله بينجح بيطلع مش عارف ايه وبيذاكر وبيحب اهله والكلام ده كله. بس لما تعمقت معاهم اكتشفت لا مش مثالي. فانا كنت فاكر ان المفروض الانسان يبقى مثالي مش عارف ايه، مع ان انا مش مثالي. مش حد مثالي، اهلي مش مثاليين، صحابي مش مثاليين، مفيش حد من صحابي عامه مثالي. بس انا بالنسبه لي هم مثاليين. عارف عيوبهم وعارف مميزاتهم، بس انا بالنسبه لي هم مثاليين. ان انا خلاص انا متاكد من دول، ان كلنا عندنا صحاب كتير، بس بيبقى فيه تلاتة أربعة اتنين واحد على الأقل. ممكن مفيش حد، يعني ممكن في ناس مفيش حد في حياتها كده، بس لازم يبقى في ناس انت متأكد ان لو حصل ايه انتوا كده مع بعض، مفيش حد فيهم بيروح كده او كده، انت متأكد منهم. ودي مع الوقت هتوصل لها. في ناس كتير قوي كنت بشوف ان هم كده معايا، بس بعد عمر طويل بكتشف ان هم لا ما طلعوش كده. ان المواقف هي اللي بيبين الناس عامة. لما تحط في موقف بتلاقيهم لا راحوا كده، واللي راح كده واللي راح كده واللي باعك واللي رماك وهكذا. ومحدش عرفني ان المفروض ان انت تختار صحابك ازاي. مش شايف ان هي مش حاجة المفروض ان حد يعرفها لحد، بس ممكن يساعده يفهمه برضو. ممكن ده اللي مدي برضه احساس توهان، لان انت مش عارف انت المفروض تصاحب مين، انت المفروض تبقى مع مين، انت المفروض تشتغل ايه، انت المفروض تعمل ايه. كل ده بيبان مع الوقت. يعني انا لما وانا صغير كنت برسم وكده، فهم عرفوا ان انا برسم، فخلاص انت هتبقى فنان. طبعا احنا كلنا عندنا اب وام وجد وجده ومش عارف ايه وايه وايه وايه، فكل واحد بقى بيقول حاجه، كل واحد بقى بيقول حاجه. عم اسماعيل جارنا يقول لي حاجه، مش عارف مين يقول لي حاجه، وهكذا. كل واحد بقى بيقول حاجه وانت بتوه. اللي هو طب انا المفروض ابقى مين فيهم؟ انا المفروض ابقى ده ولا ده ولا ده؟ المفروض ابقى دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا فنان ولا محاسب ولا نقاش ولا اي حاجه؟ محدش عارف. فمحدش قال لي ان انت المفروض تعمل اللي انت شايفه. قادر اقول برضه كده لان انا وانا صغير انا كنت بجرب كل حاجه، انا كنت بجرب كل حاجه، فمحدش كان فاهمني انا هبقى ايه. كنت بجرب ارسم كتير، كنت بجرب اعمل اغاني، كنت بجرب بحب موضوع العمليات وان انا عايز ابقى دكتور وكده. مفهمونيش مثلا ان هو انت بتعرف ترسم فجرب تفكر في موضوع الرسم، لا هم سابوني. يمكن ده برضه وصلني للتوهان اللي انا فيه دلوقتي ده، ان انا ما كنتش مختلط مع الناس وانا صغير. بس هو عامه اي حاجه احنا بنمر بيها دلوقتي فهي بناء عن بناء يعني حاجه بتتبني من وانت صغير. انت مثلا هنا انت عندك سنه، تفضل تبني 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 مثلا، وصلت لحد هنا، فانت بتبدا بقى تحس بكل اللي ورا ده. انت الورا ده كله ما راحش، الورا ده كله موجود بس جواك انت مش حاسس بيه. تفضل لحد ما توصل بقى لاخر بتاع ده. كل اللي انت مريت بيه هتحس بيه، ممكن انت مش فاكره بس انت حاسس بيه. شفت برضو موضوع انا بمر بيه برضو، موضوع ان انت مثلا وانت بتنام بيقولك كل نومة ليك بتشرح حالتك، بس انت مش عارف. مش فاكر النوع ده اسمه ايه، مش فاكر الشرح ده اسمه ايه. بس مثلا انا لما اجي انام بنام زي نومة الاطفال، اللي هو بيبقوا جوه بطن امهم بيبقوا كده قافلين على نفسهم. مش عارف اشرح بس هي معروفة يعني. فانا بنام كده. بس لما جيت دورت في الموضوع ده اكتشفت ان انت بتنام كده، اللي بيناموا كده ان هم ما حسوش بالامان غير وهم في بطن مامتهم. فعشان كده هم بيناموا النومه دي عشان جسمهم ما بيرتاحش غير في النومه دي، عشان
هو عايز يرجع للمرحلة اللي هو كان مرتاح فيها، ان هو ما ارتاحش بقى في المرات اللي بعدها، which is true. ده اللي حصل. لما بفتكر كل اللي انا مريت بيه في حياتي، انا ما ارتحتش في اي وضع. انا دلوقتي مرتاح شويه، بس انا برضه مش مرتاح اللي هو الراحه اللي انا اقول فيها انا مطمن. لا، انا مش مطمن. مش مطمن في الحياه في العموم. طبعا ان احنا ممكن الموضوع ده في الولاد اكتر، لان هم محطوط عليهم ضغط ان هم المفروض يبداوا يخلصوا دراسه عشان يشتغلوا، او يشتغلوا وهم بيدرسوا، او يشتغلوا وهم في المدرسه عادي. كل مجتمع وتفكيره المفروض يشتغل عشان يجيب فلوس ليه هو، بعد كده بعدها بإذن الله يقدر يصرف على أهله. في أهالي مش بيبقوا بالعقلية ان هم لا انت هتشتغل عشان تصرف علينا على طول، مش عشان وهكذا. يعني في كل واحد وحياته، بس انا بحكي من وجهة نظري، أنا من حياتي. انا يمكن عارف اغلبية وجهات النظر، لان انا برضو بتعامل مع ناس وبيحكوا لي وانا بحكي لهم وكده. بس انا بحكي عن وجهة نظري ان انا عشتها، فانا اقدر اشرح اكتر. أنا نسيت انا كنت بقول ايه. بس في اهالي بيشغلوا ولادهم عشان هم بس عايزينهم يصرفوا عليهم، وفي اهالي بيشغلوا ولادهم عشان يحسوا بتعب الفلوس اللي بتيجي ازاي وكده، عشان يعرفوهم ان الفلوس مش سهله وكده. انا اهلي ما اعرفش هم بنوا الموضوع ده فيا ولا لا، بس انا كنت بعملها. انا كنت بحب اخد فلوس منهم كتير. انا كنتش بشتغل. انا كنت احيانا ممكن انزل اشتغل مره مرتين كده، حاجات بسيطه قوي. حاجات بسيطة أوي، اللي هي أشيل حاجة مش عارف إيه الحاجات دي. بس هو مكانش بيقدر إن أنا أشتغل عامة. كان لو نزلت اشتغلت بيبقى حاجة قدام عينيهم، بيبقوا معايا مثلا، بابايا بقى معايا دايما. بس بيبقى مرة مرتين في كل 3 4 5 سنين وخلاص، عشان يخليني أجرب بس وأحس بالموضوع وكده. ودي حاجة أنا بشكر عليها جدا. ما كنتش مثلا، أنا الحمد لله ما أعرفش هم ربوني عليها ولا، بس أنا مش فاكر أنا عرفتها منين. بس أنا ما كنتش مثلا انا عايز مش عارف ايه، وانا عايز مش عارف ايه، انا عايز مش عارف اجيب ايه زي محمد صاحبي، انا عايز اجيب موبايل مش عارف ايه زي مش عارف ايه صاحبي. لا، انا ما كنتش بطلب الموضوع ده. انا كان اللي بيجيبولي بقول له الحمد لله وباخده ومش عارف إيه. ممكن هو ما كانش بيبان لهم كده، لان انا ما كنتش ببين، ما بحبش ابين حاجه جوايا. يمكن اهلي ما فيش حاجه عني عامه، انا مش ببين حاجه جوايا. بس ما كنتش بحب اطلب كتير، ولو طلبت بحاجه حاجه قليل جدا. ممكن اخد حاجه وحشه جدا بس عشان هي اقل من اللي ممكن اطلبه، عشان بس ما مش عايز اضغط عليهم. لانهم طلبوا ما قالوليش حاجه، ما قالوليش اي حاجه. كانوا بيقولوا لي خد يا ابني هات كذا كذا، اقول لهم لا مش عايز شكرا ومش عارف ايه كده، مع ان انا محتاج بس انا مش عايز. ان انا كان عندي دايما وجهه نظر اللي هو لا، انا عايز، او انا عايز اشتغل عشان انا اللي اصرف على نفسي وانا اللي اجيب لي نفسي. which is true. اول ما حصلت، اول ما اشتغلت الحمد لله قدرت يبقى معايا فلوس. مبقتش اخد فلوس من البيت، مبقتش اخد فلوس من بابايا ولا من مامتي. بجيب هدوم لنفسي وبخرج وبعمل وبجيب حاجات وبجيب مش عارف ايه. انا بحس ان الحاجه قيمتها في ان انت تتعب فيها، وده الطبيعي عامة. بس فهم ما علمونيش الموضوع ده، او علموني وانا مش عارف. بس انا ده برضه عامل لي توهان، ان انا مش عارف هل الصح ان انا كنت المفروض اعمل كده. انا عارف ان هو صح، مش عارف الصح انا كنت المفروض اعمله ولا لا. يعني انا ما عشتش سني وانا صغير، فطب ما انا كان ممكن اطلب واطلب واطلب زي ما بقيت صحابي بيطلبوا عشان عايز سني. يعني انا ما عشتش طفولتي. انا ما كنتش بنزل الشارع خالص، ما كنتش بلعب في الشارع خالص، ما كنتش بلعب كوره، ما كنتش بروح النادي. بروح النادي مره في السنه، ما كنتش بخرج. عيلتنا ما كانتش من النوع اللي هم بيخرجوا. قليل قوي. يمكن وانا عندي 5 6 سنين بس كناش بنخرج، لان كل واحد كان مشغول في شغله وانا كنت مشغول في المدرسه وهكذا. فما كنتش بشوف الدنيا. يمكن انا بدات اعرف الدنيا وافهم الدنيا واتوه اكتر انا في الكليه. لما دخلت الكليه كنت لسه بالعقليه الصغيره بتاعتي. آه، العقلية طفل عنده 10 12 سنة لسه بيكتشف الدنيا. ده وأنا في أولى. ونص تانية برضه كنت بنفس العقلية، لحد ما بدأت أفهم وأتعامل مع الناس وأفهم ده وده وده. وطبيعة كليتي إن أنا كنت بنزل أتعامل مع ناس في الشارع. ممكن أنزل العتبة، أنزل معز، أنزل مش عارف إيه الأماكن دي، وأتعامل مع الحدادين والنجارين والكلام ده. فبتعامل مع ناس عاشت حياة صعبة جدا. يمكن يعني أنا بالنسبة لهم أنا تافه جدا. وأتعامل مع ده وده وده، وده يديني نصيحة هنا وده يديني نصيحة هنا، وأفهم الدنيا وأتعامل مع ده وأفهم لغتهم وكده. وده ممكن قواني شوية وعلمني برضه حاجات كتير. فبدأت أدور. كده اتعلمت من الكتب، بدات ادور واقرا كتب كتير. انا بقرا كتب من زمان قوي، وافهم الدنيا ماشيه ازاي. بدات افهم الدنيا ماشيه ازاي، وبدات انضج بطريقه يعني لحظه. بس لسه الطفل اللي الفتره اللي انا ما عشتهاش وانا صغير لسه جوه، هي لسه عايزه تطلع، وانا اللي بحاول اموتها. وده غلط جدا. هو غلط، بس انا شايف ان انا المفروض ما ينفعش اطلع الطفل ده خلاص. انا عارف ان ده غلط بس مش في مكانه. يعني مثلا ما ينفعش اطلعه دلوقتي وانا بشتغل. ما ينفعش مثلا اتقمص
او اعيط او ازعل او اعمل الكلام ده كله وانا في السن ده قدام ناس. فممكن اطلع الطفل ده وانا لوحدي، اطلعه عن وسط ناس قريبه جدا، اللي هو انا عارف ان لو حصل ايه هما مش هيحكموا عليا، هما عارفيني. فده اللي بيحصل فعلا دلوقتي وسط صحابي، ان انا بطلع الطفل ده معاهم. مؤخرا مبقاش يطلع، مؤخرا الطفل ده مش موجود. معرفش هل انا كده خلاص نضجت، مش عارف ايه يعني. انا ما رحتش الملاهي غير مرتين في حياتي. مش فاكر، معرفش والله الاطفال بيعملوا ايه، مش عارف يعني. معرفش الاطفال بيعملوا ايه، بس ده برضه مديني الفيديو هيبقى طويل قوي ان انا بتكلم على التوهان. يعني يا لهوي، مفيش اكتر من التوهان في الحياه.